ليه مهم ان انت تعرف حاجة عن كل حاجة؟ زي ما قلت في فيديو تعدد الشغف، الفيديو هتلاقيه في اللينك او في اول كومنت او في القناة، خش شوفه. اعرف حاجة عن كل حاجة، واعرف حاجة عن الحاجة، الالف واللام تعريفية، فدي بتكلم فيها عن تخصصك. تخصصك اعرف فيه كل حاجة، وبرضه في الحياة العملية اعرف حاجة عن كل حاجة. والفكرة بقى تكمن في نقطة برضو، ان انت لما تعرف كل حاجة هتكون صلب في قراراتك، هتكون متأكد انت بتتكلم في ايه، لان انت ليك مراجع ومتأكد من كلامك، سواء علمي ديني او حتى كخطوات عملية، ان انت جربت واتأكدت، او ان انت فعلا لقيت مثلا مشكلة واتحطيت فيها. المشكلة دي انت هتعرف تحلها لان انت عرفت حاجة واحدة عن كل حاجة، او على الاقل تعرف تحل المشكلة عند مين. مثلا الكهرباء قطعت في بيتك، بدل ما تجيب حد وممكن برضو ينصب عليك، الحوار ده يقلل معاك ان انت تعرف عن مجالات كتير، يقلل حوار النصب. ان انت تكون فاهم على الاقل مبادئ الكهرباء، لو فاهم ممكن تعرف تحل حاجة بنفسك، ما عرفتش هتجيب حد وبتكون فاهم شغله، فبالتالي مش هيضحك عليك، مش هيزود عليك فلوسك. ده مثال يعني عامة، انما الحوار انت بتقيسه على كل حاجة بعد كده. فتخيل بقى كمية الفلوس اللي انت هتوفرها، كمية المهارات اللي انت هتكتسبها، كمية الحاجات اللي انت هتفضل تعملها وممكن تتخصص فيها بعدين لو انت حبيتها. فلازم تكون فاهم ايه اللي بيحصل حواليك، حتى لو جزء 1%، بس تكون فاهم، مش تكون ماشي مع المواشي بس ومع القطيع من الآخر. بس متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.